حسام، كيف تجد الدور نصف النهائي غدا الإمارات والمنتخب المغربي؟ المغرب بين المغرب شكرا بين المغرب والإمارات. أولا أرى أن منتخب المغرب هو الذي سيلعب الكرة هجوميا، وأما الإمارات قوي جدا في الدفاع، وأيضا ممكن أن هذه المباراة سيبقى في التجربة والخبرة، لأن في القوانين إذا كان المباريات في نصف النهائيات سيبقى دائما في الخبرة. وكما أن نعرف أن منتخب المغرب لديهم لاعبون ذوي الخبرة، أظن أن الفوز للمنتخب المغربي. من رواس خالد، صراحة مباراتين بشكل عام، نهائي مبكر كنا نهائي كأس العالم، فريقين الأربع الفرق ثقيلة فنيا ما قدمته في البطولة بالذات. أنا أؤمن دائما كل بطولة تعطي مقياس، بطل هو اللي يحكم نفسه في بداية البطولة. خالد، في ربع النهائي أو النهائيات بشكل عام كرة القدم بالنسبة للتمرير في حاجتين أمر مهم جدا، يا لعبة ذكية يا لعبة غبية. كل ما كثرت اللعبة الذكية كل ما فزت في التركيز، بمعنى الحين مثلا أكون أنا في خط 6 قادر أباصي لصاحبي وباصيت له، هذا الذكية. الآخر لا، يعطيها قوة أو شوتينج، يعني فرصة حقيقية 100% وضيعها، هذا تسمى غباء، لعبة غبية لأنك أنت ما استثمرتها. هو قرار ما يسمى قرار ثانية. من كان عنده في هذه المباريات خاصة الربع النهائي والنهائي ذكاء أكثر في التمرير هو بيث المباراة. ميزة فريقي دائما تميز اللاعب المغربي يا خالد بالميزة السرعات ليس فردية بقدر ما هي سرعات مجموعة، خاصة في الشق الهجومي. هذا الفريق المغربي ما عنده هذا الأمر عنده فرديات، عكس المغرب ميزتها تاريخيا أكثر من 20 سنة ميزته في السرعة الهجومية، بدليل وصلوا كأس العالم لوين بالقدرة. هذا ما عندهم واحد بديل خطير جدا دخل الشوط الثاني اسمه منير، عنده المحاور على مستوى جدا لتنظيم اللعب، عنده اللي في العمق الدفاعي كرة الثابتة أو كان في الشق الدفاعي قويين، باكات مجموعة صراحة واحد. نفس المقابل الإمارات أكثر فريق سلس وصول الجول بأي طريقة، مهما ضغطت عليه مهما كنت مان تو مان قادر يوصل تسلسل، لأنه عنده ما يسمى الونتو، الامكانيات، مهاره، الاستلام العالي والتسليم العالي والمراوغه. عندك يحيى الغساني، كايو، هذا الاثنين اخطر اثنين في منتخب الامارات. اذا كان في يومه صعب انه اي دفاع يوقفهم. اولا تسديدات عندهم قويه جدا، لما تعطي ما يسمى مساحه اقل من 50 سم قادر يسدد. كايو انت لاحظه لما يكون مع الدفاع في كل مبارياته يا خالد يشوف الدفاع تحلي مساحة ما في أحد فاضي أن يباصي له، عنده القدرة إيش؟ استقوام مع الجول، يعني عنده يرسل للجول، وهذا نادرة، هذا ما تحصل له في أي لاعب. لازم تحط له رقابة اثنين، لأن لو أنت خليته تحت له. فالمباراة خالد ماشية قوية جدا، قد تحسم بعض الأحيان مثل هذا المباراة تحسم، ممكن أي واحد من الفريقين يحسمها بسرعة من الشوط الأول إذا إيش استغل الفرص، لأن الفريقين خالد يقدروا يخلقوا فرص. المغرب اكثر فريق يقدر في البطوله يخلق فرص، لكن مشكله المغرب التاريخيه عدم استغلال الفرص، من 10 ممكن فرصتين. لو المغرب يسجل كل الفرص ماله صعب اي فريق يهزم المغرب، لان اكثر فريق وصل جول، لعب مباشر خالد ما يسمى الكره الاماميه، ما عندهم فلسفه للتحضير خلفي. المغرب كورتهم استراتيجيتهم وميزتهم التاريخيه ما تشوف يحضر كثير، اذا حضرك 3-4 لكن على طول يدخل لمها، يعتمد على سرعتهم. فانت الحين مع كورتين صعبه جدا، بس في بدايه البطوله انا مرشح الامارات انه يكون بطل لامور فنيه كثيره وامكانيات اللاعبين، اذا يعتمد على كوزما. مدرب المغرب خالد عنده فلسفه، كل مباراه يغير مشي، طريقه لعب، تشكيلات، بيلعب بالمباريات لانه عنده عناصر ما شاء الله
كثيره جدا، حتى فاجئنا باول مباراه لاخر مباراه، يعني صعود عالي جدا. والامارات نفس العمليه، بس محتاجين ذكاء. اذا كان كوزمن ذكي مباراه ثقيله مثل ما ذكرت، الامارات هو الاقرب للفوز. يعني مسار منتخبي الإمارات والمغرب نوعا ما اختلف من بداية البطولة حتى الوصول للدور نصف النهائي. المنتخب المغربي بدأ بداية ممتازة وكان مرشح أول للبطولة على فكرة. الإمارات كان المنتخب الإماراتي مستبعد تماما من الترشيح لأنه يفوز في البطولة، نسبة إن بدايته ما كانت في ذيك المستوى اللي يخلي الواحد يرشحهم. لكن بعدين المنتخب الإماراتي اختلف تماما وبدأ أداءه يكون بهكذا الشكل تصاعدي، إلى أن وصل الآن المرحلة أن الجميع يرشح المغرب إلى النهائي وأيضا المنتخب الإماراتي إلى النهائي. ما ضيفي، أنا نوعا ما يعني المغرب تراجع نسبي نوعا ما، منتخبهم كويس ومحترم لكن في كان تراجع بسيط، لكن الإمارات كان في تصاعد ضغط. كيف راح يكون اللقاء بالنسبه للتراجع خالد، حتى الاردن والسعوديه صار في تراجع في المباراه الاخيره ربع النهائي لحساسيه المباريات. الامارات فعلا راجعين بقوه، لعبوا مباراه كبيره مع الجزائر، يستحقون في النهايه حتى ولو ركلات الترجيح، لكن يستحقون حقيقه. عندهم عناصر جيده في كل المراكز، عندهم اكثر من عنصر، خاصه اللاعبين المحترفين يعملون الفارق في الفريق الاماراتي. والان ايضا عنده حظوظ كبيره في هذه المباراة القادمة حقيقة. المغاربة خالد، المغاربة عندهم عناصر ممتازة مميزة جدا، يعني عندهم المثلث الهجومي إذا جاز التعبير، أو حتى خط الهجوم بالكامل، تسدالي مع البركاوي مع زحزوح يعملون فارق حقيقة في الهجوم. وعندهم أيضا المساوي ظهير اليسار يعمل فارق في الناحية الهجومية. عندهم حارس حتى الآن ما عليه هدف واحد بن عبيد، وعندهم ايضا حريمات وسط الملعب مميز، عندهم قلب دفاع اللي هو سعدان، عندهم عناصر مميزه للفريق المغربي وعندهم الخبره. فبكره شكل ما تفضلوا الاخوان مباراه صعبه للغايه، لكن انا اقول لك فريق الامارات ايضا لا يقل عنهم يعني قوه، عنده في كل الخطوط عناصر، وعنده ايضا مميز الامارات ويفرق عن الباقي انا اشوفه بالمحترفين. حتى المغاربه عندهم بدلاء، لان لو لاحظنا لما فازوا 1-0 هم البدلاء، واحد سدد بديل واللي سجل البديل. لكن انا اعطي الامارات افضليه اكثر في الانسجام، في الانسجام تحديدا على الفريق المغربي. خالد، باكر مباراة جزئيات بسيطة هي اللي تحسم المباراة. مباراة مدربين، كوزمن راح يحضر بشكل غير طبيعي، وخصوصا كوزمن من يكسب الثقة ويرجع لوضعه الطبيعي تشوفه متغير بشكل عجيب غريب، يعني خصوصا من الناحيه الدفاعيه. راح تشوف الباكر المنتخب الاماراتي راح تشوفه عكس ما كنت تشوفه في السابق. ممكن في بعض الاحيان يصير شرود ذهني عند اللاعبين، ممكن دقيقه دقيقتين اجزاء من المباراه. باكر لا، ما راح تشوف المنتخب الاماراتي ابدا، خصوصا انه بعد المباراه الاخيره والمستوى الكبير اللي قدمه ضد الجزائر والنفس الطويل اللي كان موجود في الجزائر والتبديلات والتغييرات الحلول اللي عنده، راح تشوف المنتخب الاماراتي مختلف يقابل المنتخب المغربي. خالد، المنتخب المغربي واحد من افضل المنتخبات اللي عنده حلول خارج الملعب اكثر من داخل الملعب. حلول مو فقط لاعبين، هو حتى المدرب قاعد يتحكم بفريقه بطريقه جميله جدا من ناحيه التغييرات. والدليل انه كل الاستديوهات اللي طلعنا بها ولا واحد انتقد السكتيوي، كل اشاد به وبعمله، عمليه التدوير، عمليه زج اللاعبين. الى الان ما شفنا مثلا قال خروج اللاعب الفلاني غلط، دخول اللاعب الفلاني غلط، لا، السكتيوي ماشي بخطه ثابته. والحلول اللي عنده مثل ما قال ماجد، الحلول اللي عنده خصوصا في المقدمه حلول جباره جدا. انا اشوف هذه المباريات الكبيره والنصف نهائي جزئيات بسيطه، من اللي يسرح بالمباراه الثاني راح يخطف المباراه. ابو جاسم، انا اشوف يعني بالنسبه حق الفريقين خالد، يعني صراحه فريقين قدموا مستوى مميز، خاصه من الادوار الصعبه اللي لازم يفوزون فيها، خاصه ان المنتخب المغربي اخر مباراه كان لازم يفوز بالمجموعه، والمنتخب كذلك المنتخب الاماراتي. المنتخب الاماراتي خالد يمتلك المهارات الفرديه اللي عند اللاعبين، وبالاخص اللاعب خومينيس لاعبهم، لاعب مميز، لاعب يدور المساحات، لاعب عنده الحلول الفرديه، يقدر يستخلص من اي فريق قدامه اذا كان متكتل او فريق حتى لو يكون يضغط عليك. فقوه الامارات بالسرعات واللي عندهم المهارات الفرديه.
تروح حق الفريق المغربي، من الفرق اللي يلعب فريق جماعي، فريق من مباراه لمباراه كي يقدم مستوى. اللي عاجبني بالمغرب مدربهم خالد، الهدوء اللي عنده سواء فايز خسران متعادل، عنده هدوء بس تفكيره بالمباراه، يعرف شلون يقرا المباراه. راح تكون مباراه باكر ان شاء الله مميزه تليق بالكره العربيه ان شاء الله، وراح يكونوا الفريقين يقدمون مستوى مميز خاصه باللاعبين المتواجدين على مستوى الفريقين. احنا بنشوف المنتخب المغربي ممكن اكثر منتخب ورانا تنوع في اساليب اللعب في البطوله، يعني اذا بنشوف المجموعه دور المجموعات عن الدور الثاني في فرق كبير باساليب اللعب وخاصه باساليب الضغط. حتى بموضوع السرعه في اللعب هو ما اعتمد بالسرعه في كل المباريات، كان يعتمد السرعه لمراحل بعدين يلعب باستحواذ بشكل اكبر، فهو لعب في التكتيك في الموضوع البدني بشكل كثير كبير لانه لعيبته كبار في العمر، فهو كان يعني بلغتنا معلم في هذا الموضوع للامانه. فالسكتاوي قاعد بيعطي دروس في مواضيع التكتيك زائد البدني. موضوع الخبره وموضوع اللاعبين الفرديين انتم حكيتوا عنه بشكل مميز، لكن اذا بنشوف السكتاوي متى ما يحتاج الضغط العالي بيعمله بتميز شديد، اذا برجع ضغط في وسط الملعب بيعمل الهجمه سريعه برضه بيعمله بشكل مميز. دفاعه المنخفض زي ما عمل مع السعوديه برضه لعبه بشكل مميز وتحولاته بتكون سريعه جدا، فبالتالي هذا الفريق خطير جدا. منتخب الامارات عنده كل الحلول الفرديه، عنده كل الميزات تاعت الفريق الكبير اللي بيقدر ياخذ بطوله، الا عنده مشكله في الخط الدفاعي، مش في المنظومه الدفاعيه، في الخط الدفاعي تحديدا في قلوب الدفاع زائد الكرات الثابته. فباعتقادي اذا كوزمان قدر يخلص من هاي المشكله وتقريبا مع الجزائر عملها بشكل مميز اللي هي الكرات الثابته كان يدافع عليها بشكل مميز، وقلوب الدفاع يعني كانوا يمكن افضل مباراه لهم مع المنتخب الجزائري. فباعتقادي المباراه راح تكون التفاصيل والجزئيات هاي تعتبر كبيره في كره القدم، يعني الاقل اخطاء هو على الاغلب راح يروح على النهائي. محمد. والله لا شك يا ابو جاسم، انا اشوف انه مثل ما تفضل الاخوان انه منتخب الامارات ومنتخب المغرب هم افضل فريقين يقدمون الاداء الفني. يعني تكلمنا مثلا عن المباراه الثانيه ممكن يطغى عليها الجهد البدني والشراسه، ولكن يعتقد انه منتخب الامارات ومنتخب المغرب يملكون الحلول الفنيه الكبيره، لذلك انا اعتقد انها راح تكون من اجمل المباريات من ناحيه الاداء الفني ومن ناحيه التكافؤ، لانه العناصر الغالبيه اللي ممكن من خلالها تحقق الفوز تجدها في المغرب ومن خلال وايضا في الامارات من ناحيه الاداء الفردي العالي، الاداء الفردي العالي مثل ما شفنا في غالبيه المباريات كانت تحسم من خلال امكانات فرديه سواء في المغرب او في الامارات. ايضا المغرب لما نتحدث عن المغرب نجد انه الفريق الوحيد اللي اعتقد انه الفريق الوحيد المتوازن طوال البطوله حتى وهو في اسوأ حالاته كان ينتصر، وهذا دليل على انه المنتخب يملك شخصيه، يملك كاريزما خاصه به، لذلك تجد التصاعد من مباراه الى مباراه مختلف تماما. وانا اعتقد انه ايضا منتخب الامارات مثل ما تكلمنا عليه وذكرنا من قبل البطوله بانه المنتخب اللي عنده امكانات فرديه كبيره حتى وهو يخسر سواء في تصفيات كاس العالم او غيرها، ولكني اعتقد انه ادى اداء في البطوله العربيه مختلف ومستواه من مباراه الى مباراه يعطي دلاله على انه مثل ما قال احمد الرواس انه نثق في هذا المنتخب انه ممكن يحقق البطوله، وما هي غريبه عليه لأن المستوى والشخصيه والظهور بالامكانات حضرت امام الجزائر اللي هو من اكبر المرشحين، وقد يحدث نفس الشيء امام منتخب المغرب. عمار. والله شوف هم زوز منتخبات الحقيقه الى حد الان خلينا نقولوا وجه معناه مميز في البطوله. نشوفوا طريقه لعب الامارات ممكن طريقه لعبها على الهجومات المركزه، طريقه المغرب مختلفه شويه يعتمد على الهجمه السريعه. يعني باش نشوفوا غدوه نتصور باش نشوفوا مقابله كبيره في مستوى الحدث بحكم انه معنا الزوز منتخبات الحقيقه مرشحين، وبحكم انه الزوز منتخبات يملكوا معنا لاعبين على مستوى عالي. ورا كيف معنا المنتخب المغربي كان دخل يعني البطوله بقوه، ممكن في بعض الفترات ما كانش في التوب. الامارات عكس المغرب دخل يعني البطوله ما دخلش بالقوه، ولكن مع البطوله اصبح يعني الفريق يوري في مستوى ممتاز. نتصور الحقيقه كما قلت لك باش تكون ماهيش باش تكون مقابله سهله، وصعب جدا انه انسان ينجم يتكهن يعني بالنتيجه نتاع المقابله دي. باراكوتا، من الشخصيه اللي بتعجبك كمنتخب ككل؟
انا عامه تتحرك ككتله واحده، بتحس انه فريق جماعي. بتعجبني الكره الحلوه. وانا النهارده لو كنا بنتكلم في المغرب والامارات، انا شايف ان الفرقتين منتخبين بيقدموا كره حلوه. فانا اتوقع زي ما محمد اتكلم دلوقتي، قال لك انا اتوقع ممكن اشوف كره حلوه في الماتش ده اكتر من ماتش السعوديه والاردن. فانا اتفق معاه بشكل كبير، لان الامارات مش من الفرق اللي تقعد تتكتل وتلعب مدافعه مثلا زي ما شفنا من فلسطين، من سوريا، من الاردن الشوط الثاني المباراه اللي فاتت. يعني فكره ان انت تدافع فتره طويله هي مش عندهم. هم يبقوا منظمين دفاعيا، ولكن هم بيحبوا يلعبوا كوره ويطلعوا بالكوره بكل سلاسه، يطلعوا يهاجموا، وعندهم الاسلحه اللي تخليهم بيهاجموا. في نفس الوقت احنا بنقول المنتخب المغرب هو اكتر منتخب بيروح بيخلق فرص، بيلعب على الجون، عنده مهاجمين كتير، عنده دكه كويسه. زي المباراه اللي فاتت الراجل بيطلع المهاجمين الاساسيين كلهم وبينزل مجموعه تانية جديده، ومع ذلك الجديد هو اللي نشط وهو اللي لعب، وعن طريق تسديده من بديل قدر ان هو وليد ازارو من المتابعه ان هو يسجل. عثمان اتكلم في نقطه مهمه جدا، ان المغرب بيضغط بعدد كبير من اللعيبه في الثلث الاول الدفاع عند الامارات، وده اللي هيحصل بكره اتوقع، وده سلاح ذو حدين. لو انت ضغطت صح وخدت الكوره ممكن تخلق لنفسك فرص كتير قوي، ممكن تسجل. انما لعيبه الامارات لعيبه كوره كويسين جدا، بيعرفوا يلعبوا الكوره من لمسه واحده ويتحركوا. والحارس مميز في حاله ان انت قدرت تضرب الدفاع ده، فانت ممكن تضرب بالخمس والست لعيبه، فبالتالي ممكن تروح تعمل مشاكل للدفاع المغربي. منتخب المغرب بيتميز بحاجه كويسه جدا، ان عنده ظاهرين اقوياء وظاهرين بيهاجموا كويس وبيدافعوا كويس. بولاكسوت واحد من نجوم البطوله في كل المباريات اللي اتلعبت. نفس الموضوع بالنسبه للمساوي، لما بيوصل بيقدر انه يعمل كروس قوي وبيبقى رافع عينه وبيحطها في الاماكن المؤثره. الامارات احنا كلنا بنتكلم وبنقول انها ما ظهرتش بشكل كويس الماتش الاولاني، ومن بعد الماتش الاولاني ابتدى مستواه يبقى يعمل كده. الماتش الاولاني حصل لهم ظروف احنا كلنا عارفينها، في حته الطرد، ان هو يلعب قدام الاردن ان هو ناقص من الشوط الاول، ده موضوع صعب، خصوصا لو بتلعب منتخب كبير زي منتخب الاردن. كافحوا وهم خسرانين وقدروا ان هم يتعادلوا، ولكن كانت الغلبه للاردن. شايف ان الماتش هيبقى ماتش كويس، مش هشوف فيه يعني، مش هنقول دي مباراه تكتيكيه، لا احنا هنشوف ده بيهاجم وعايز يكسب، في نفس الوقت الامارات بتهاجم وعايزه تكسب. في الاخر نتمنى نشوف كرة حلوه تسعدنا كلنا ان شاء الله بكره.